أيها الشعب السوداني الأبي المربي، أسمحوا لي أن أهنئكم جميعا بعيد الفطر المبارك 30/3/2025. نسأل الله العلي العظيم في هذا العيد أن يعم علينا وعلى بلادنا بالانتصارات وبالأمن والأمان والاستقرار، وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وجهادنا. وعبركم اسمحوا لي أن أترحم على جميع شهداء بلادنا وهم أشرف منا جميعا، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونسأل الله أن يفك أسر المأسورين، ونسأل الله في هذا العيد أن يهلك هذا الميليشيا الغاشمة التي غزت بلادنا ودمرت ممتلكات العباد وفسدت في الأرض هذا الفساد. نسأل الله أن لا يرفع لهم راية ولا يحقق لهم غاية، وأن يرنا في هذا الميليشيا يوما أسود كيوم عاد وثمود. أيها الشعب السوداني، أهني تهنئة خاصة لكل الأخوة في هيئة القيادة، وعلى رأسهم السيد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي ونائبه وأركان حربه، والأخ وزير الدفاع، والأخ رئيس هيئة الأركان، والأخ مدير جهاز الأمن والمخابرات. نهنئ قادات الفرق والوحدات والمتحركات وقادات الكتائب والفصائل والجماعة. نهنئكم بهذا العيد ونبارك لنا ولهم الانتصارات. حقيقة وعدنا الشعب السوداني أن الخرطوم عيد بدون جنجويل. الحمد لله أن الخرطوم أصبحت آمنة ومطمئنة خالية من أي ميليشيا الجنجويل في هذا العيد المبارك. ونبشركم في الساعات القادمة بإذن الله سوف يكون على مستوى بلاد الخرطوم وأركانها ومحلياتها خالية من جميع الجنجويل. نصر الله بلادنا وحفظ الله العباد، وفقنا جميعا لخدمة البلاد والعباد. وعبركم نسمح لي أن نقدم تهنئة خاصة لضباط صف وجنود وضباط لواء الردع كتيبة البركان، وكل الإخوة شاركوا معنا في العمليات المحاور. فكل عام وأنتم بألف خير. عاده الله علينا وعليكم في الخنادق الآن بالنصر. احنا حقيقة معيدين في الخنادق، وأحلى من عيد الخنادق ما في. جيت المكتب بس أهنئكم وأقدم لكم تهنئة العيد فقط، لكن من هنا إن شاء الله راجعين طوال الخنادق، وأحلى من عيد الخنادق والبنادق ما في. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يعنا جميعا وأن تدعو لنا بالنصر. حفظ الله بلادنا ونصرنا على أعداء بلادنا. اللهم احفظنا أنت خير الحافظ، وتب علينا إنك أنت التواب، وتقبل جهاتنا، واعف عنا وعافنا. صحيح في هذا العيد فقدنا خيرة الأبناء وخيرة الأخوان، ولكن لهم لا يغلو عند المولى عز وجل، فنحتسبهم عند الله شهداء. والناس المعيدين حقيقة في هذا العيد هم أسر الشهداء. أسر الشهداء كون إنسان يمر عليه عيد ويكون عنده شهيد وهو الفائز هو المعيد. فهنيئا لكم هذه الشهادة، لقد طلبتموها فأنلتموها. أيها الشعب السوداني الأبي المربي، حقيقة يمر علينا هذا العيد وفرحتنا تعم كل السودان بانتصاراتنا في كل المحاور أو انتصارات القوات المسلحة. وأسمحوا لي عبركم برضو أن أهني كل المستنصرين والمقاومة الشعبية والمجاهدين في سبيل الله والكتائب الجهادية. فنسأل الله أن يتقبل جهادنا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا. ده واجبنا وواجب علينا أن نقدمه لوطننا. نسأل الله في الأيام القادمة أن تتوسع دائرة الانتصارات، وأن تهزم هذا الميليشيا في كل شبر في هذا السودان. وعبركم اسمحوا لي أن أقدم تهنئة خاصة لأهلنا في دارفور وفي كردفان، في جنوب كردفان وفي الشرق وفي الشمالية ونهر النيل وفي كل السودان وخارج السودان وداخله وكل دول المنطقة. نهنئكم جميعا الذين ظللتم داعمين لهذه القوات المسلحة والتفريد حولها، وآذرتم بلادكم وآذرتم المجاهدون وآذرتم قواتكم المسلحة. فنهنئكم
بمناسبة عيد الفطر المبارك. حقيقة نحن في هذا الفيديو أو في هذا الثرد أنا رضوان علي أحمد الغفور عفوت على كل من ظلمني في حضوري أو في غياب الوجه الله الكريم إلا من أبى، فعفوت عنهم جميعا. حقيقة نحن في وطن مطلوب وبلادنا تمر بأزمات وأجواء متلاطمة من اليسار لليمين، محتاجة منا الحكمة، محتاجة منا الصبر، محتاجة منا تضافر الجهود، محتاجة منا أن نقول أرضا حقد، أرضا سواد ضمير، أرضا تصل حسابات، أرضا أنانية. نعلم أن في بلادنا حاقدين. الحاقد ده مهمته يحسد الإنسان اللي بيقدم خير لبلاده، يحسد الإنسان اللي بيقاتل العدو عشان يمرق بلاده بالأمان، فتجد الحاقدين والحاسدين. نسأل الله أن يهدي سرهم، ونسأل الله أن يصلح حالهم ويبعدنا عنهم ويبعدهم عنا. ما دمر بلادنا إلا الحسد، وما دمر بلادنا إلا الحقد، وما دمر بلادنا إلا اللامبالاة غير منطقية. أيها الشعب السوداني، أوصي نفسي وإياكم أن توحدوا كلمتكم، وأن تلتفوا حول قواتكم المسلحة، وأن تضافروا الجهود للقضاء على هذا التمرد ولمن تعاون مع هذا التمرد. بلادنا تمر بسنين عصيبة، ولكن الحمد لله بفضل الله ضغط جلد. نحن الآن داخلين معركة تكسير العظام ما بعد العيد بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا المعركة محتاجة منا جهد، محتاجة أن تجديد البيع والولاء لقواتنا المسلحة المؤصلة الوطنية العريقة، محتاجة مننا جهد حقيقي، محتاجة منا تضحية بالنفس وبالمال، محتاجة مننا أن نقاتل هذا العدو بكل تجرد، محتاجة مننا أن نضع إيدنا في بعض، محتاجة مننا أن نصلح، محتاجة مننا أن نتعامل مع حكمة مع كل الظروف، محتاجة مننا أن يكون لنا وعاء كبير من الصبر. الحقيقة أن الحسد بالحقد يأكل النار كما يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. حقيقة نحن في هذا الطريق وفي هذا المكان لقد حقدونا وحسدونا أقرب الناس إلينا وضايقونا والذين من نسق فيهم وكنا نظن فيهم الخير، حقدا من أنفسهم، حقدا من أنفسهم، حقدا من قلوبهم، حقدا لأنهم لن يستطيعوا أن يصلوا ما وصلنا إليه، لن يستطيعوا أن يصلوا ما وصلنا إليه بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها السادة والسيدات، إن الملك من عند الله يؤتي من يشاء. ربنا سبحانه وتعالى كتب وسطر لأي إنسان متى يفرح ومتى يحزن ومتى يرزق وكم يعيش وكيف يرزق، كل عند المولى عز وجل. نحن حقيقة لن نيأس من رحمة الله ولن نقنط من رحمة الله. نحن منتظرين المولى عز وجل أن ينصرنا على جميع أعدائنا مهما كان شكلهم أو لونهم أو مكانتهم في الدولة وغير في الدولة. ربنا بينصرنا عليه. الحمد لله يكفي إننا لن نحمل مثقال ذرة من الحقد والحقد لأي إنسان، وكل ما نرى في إنسان متقدم في خيره إلا نتمنى له الزيادة، ودائما نتمنى ربنا يوفق كل الوطنيون وكل الذين يحبون الخير لغيرهم، فنسأل الله لهم التوفيق وربنا أن يزيدهم جميعا. حقيقة نحن كمجتمع سوداني صحيح غزتنا الحرب الفكرية، فرقت صفوفنا وفرقت جمعنا وشقت صفوفنا بيد الحاقدين والحاسدين الذين لا يتمنون للخير أن يتقدم ولا يتمنون للإنسان أن يتقدم لمصلحة غيره. حقيقة نحن جربنا تجارب كثيرة جدا ووجدنا حقد كبير جدا. الحقد ليس بالرد ولا بالمنصب، تجد وزير حاقد، تجد لواء حاقد، تجد فريق حاقد، تجد موظف حاقد، تجد سفير حاقد، تجد مواطن حاقد، تجد سياسي حاقد، تجد عسكري حاقد، تجد مدني حاقد. الحقد ما عنده ناس معينين، الحقد في النفس، الحقد في التربية، الحقد في الوراثة. القيم اللي تربيت عليها هي ممكن تحارب الحقد والحسد. ما ضر بلادنا إلا الحقد والحسد، ما ضرت بلادنا إلا الجهل المركب، ما ضر بلادنا إلا الأنانية وحب النفس، ما ضرت بلادنا إلا العنجهية والغرور والتكبر. أيها الأخوة الكرام، نحن جميعنا أبناء وطن،
وتكبدنا هذا المشاق وشلنا هذا المسؤولية جميعا، وده واجب علينا ما محتاجين للجزاء ولا شكور. مسؤولية الوطن، مسؤولية الشعب، مسؤولية الضعفاء، مسؤوليتنا جميعا من شرقكم لغربكم وشمالكم ووسطكم. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن ينصرنا جميعا، وأن يهدي نفوسنا جميعا، وأن يوحد كلمتنا جميعا. أيها الجمع الكريم، أيها الشعب السوداني الأبي المربي الصابر الفضل، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وأوصي نفسي إياكم أن تنظفوا ضمائركم، وأن نقاتل عدونا وعدو بلادنا وعدو إسلامنا بتجرد بدون أي مقابل. لا تقاتلوا عدو بلادكم بمقابل، ولا تحاربوا أعداء بلادكم بمقابل، فقاتلوهم فمقابلهم استقرار بلادنا، ومقابلهم استقرار أبناؤنا، ومقابلهم الحفاظ على هذا الوطن. فهذه وصيتي لجميع أبناء البلد، أسود أبيض أحمر أصفر أغبش، فأننا مصيرنا في هذا البلد، وحقوقنا في هذا الوطن، وصحتنا وسلامتنا في هذا الوطن. إن استقر فاستقرينا، وإذا سلم من يد الأشرار فسلمنا، وإذا تفتتت بلادنا فتفرتقنا، وضعفت وضعفنا، وهلكنا وهلكت أجالنا. فيجب علينا في هذا اليوم وفي هذا الساعة الناس داخل السودان وخارج السودان أن توحد كلمتها، وأن تعمل تجديد البيع والولاء لقواتها المسلحة ولجهاز الأمن والمخابرات ولكل المقاتلون والمجاهدون في سبيل الله. السادة والسيدات، إن معركة الكرامة معركة وجود بلد تكون أو لا تكون، بعيدا عن الكلام السياسي، بعيدا عن العاطفة، بعيدا عن الفلسفة، بعيدا عن أي شيء. نحن نخوض حرب البندقية وحرب إعلامية عالمية ممنهجة. نحن بالإعلام بالتوجيه المعنوي بنضج رأس التوجيه المعنوي، ونقاتل العدو بالتوجيه المعنوي وإعلامنا، وتسمى عند جيلنا هذا أو عند بعض الناشطين اللايفات. هذا اللايفات هي كانت أقوى سلاح لتوصيل الرسالة للعالم، وأقوى سلاح لتدمير نفسيات العدو. هذا اللايفات البناءة، اللايفات المنطقية، اللايفات تدي توجيه معنوي سيكولوجي لمجتمعها، مش اللايفات بتاعت المهاترات والإساءات والانتقادات. حتى الإنسان إذا انتقد الإنسان فينتقده انتقاد بناء حتى يستفيد منه غيره. فنحن وصلنا رسالة عبر الإعلام الصغير، عبر الإعلام المبسط وهو الجوال الأمامي. نحن لن يكون لدينا أوقات كافية حتى نجلس أمام شاشة التلفاز أو القنوات العربية والغير عربية الأخرى، ولكن اتاحت لنا الفرصة أن نكون جالسون في مكتبنا في ساعة من الساعات، وثم ساعات من الساعات في محاور القتال. فالحمد لله ربنا نصرنا، وظننا في الله يتجدد كل ثانية وكل دقيقة. إن الله سوف ينصرنا على هذا الميليشيا الغاشم وكل من تعاونهم، إن كان شيوعي أو يساري أو علماني أو مسلم ضعيف نفس أو سوداني أو غير سوداني، فربنا سبحانه وتعالى بينصرنا عليهم. كل من تعاون مع هذا الميليشيا حيهزم شر هزيمة وحيهلك شر هليكة، ونحن واثقين في ربنا سبحانه وتعالى بينصرنا. عشان كده أوصي نفسي وإياكم في هذا العيد الناس تجعل هذا اليوم يوم توبة، يوم إنه الإنسان يضع في خارطة الطريق إنه طريق مستقيم أن يستقيم فيه. إن البلاد مسؤولية في رقابنا، وإن مصير الأجيال والأطفال والنساء والكبار مسؤولية في رقابنا، دون أي مبررات غير منطقية، دون أي أعذار غير منطقية. جميعا نحن الآن الوطن وشعبه أمانة في رقابنا، بعيدا عن الاستهتارات، بعيدا عن الاستهوان، بعيدا عن الاستخفاف بمرضات البعض. إن الوطن الآن في أمانة في رقابه، مهما حصل ومهما اختلفنا ومهما ظلمنا بعض، إن الوطن ليس له بنا علاقة. فبارك الله فيكم جميعا، وحفظ الله بلادنا، وحفظ الله العباد، ونصرنا جميعا على أعداء بلادنا.